اهلا بكم في قناتكم صيادين النيل. النهارده بصراحه الواحد سعيد ومبسوط جدا بسبب فوز الزمالك في الدقيقه بلس 90، واحرزنا هدف الفوز باقدام يوسف اسامه نبيه. طبعا يعني معلش بقى لاخواتنا الاهلاويه، كانوا مستنينا نتعادل ونضيع نقط بقى وكده ويضمنوا الدوري من بدري زي الايام والسنين اللي فاتت، لكن خلاص نادي الزمالك عائد بقوه. الزمالك قادم، بس مش قادم بقى زي ايام زمان وراجع ومش عارف ايه والافلام دي، لا. السنه دي الزمالك ان شاء الله بطل الدوري. الزمالك هيكسب البطوله الثالثه على التوالي ان شاء الله يا اهلاويه، وانا معاكم اهو بقول لكم باذن الله الزمالك بطل الدوري السنه دي. النهارده شفنا اداء نادي الزمالك كان متواضع طول المباراه، لكن الفرقه الكبيره هي اللي تخلص الماتش، حتى لو اداء مش قد كده تخطف الماتش. نادي الزمالك لاول مره بيتعلم من استغفر الله العظيم، بيتعلم ايه؟ نادي الزمالك لاول مره يعني من زمن يلعب وحش ويكسب. الحمد لله 3 نقط غاليين جدا لنادي الزمالك في الدقيقه في البلاس 90. شغل عماد متعب بقى وشغل الاهلي القديم اللي كان بيعمله زمان، بس الزمن ده زمن الزمالك. معلش يا اهلاويين، هستنى بقى ماتشكم مع فيوتشر، وهنشوف علي تفويته هيعمل ايه. يا ترى هيسيب لكم الماتش؟ وسعد سمير العب بضمير يا سعد يا سمير، مش هقول لك اكتر من كده. وبالنسبه لجنش، انت زملكاوي يا جنش، مفيش كوره تعديك باذن الله. انا متوقع ان فيوتشر هيعمل حاجه مع الاهلي باذن الله. اصحابي واخواتي الزملكاويه يدعموني ان شاء الله، ويشتركوا في القناه ويفعلوا الجرس، واحلى لايكات بقى يا زملكاويين. باي باي، وبشكركم الى اللقاء في فيديوهات مره اخرى.